لطيفة نظمي الفنانة اللي اتجوزت من جن وحملت منه، من أغرب القصص اللي انت ممكن تقراها عن ممثلة اسمها لطيفة نظمي. اتولدت يوم 6 ديسمبر سنة 1898. أسرتها كانت فقيرة قوي، وكانت في إحدى قرى دمياط. أبوها كان شغال في الصيد، وأجره يدوب كان بيكفيه بأكل وشرب. لطيفة ما كملتش تعليم بسبب الفقر، لكنها قدرت انها تعلم نفسها بقراية المجلات القديمة اللي كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية، لحد ما قدرت تتعلم الإنجليزي لوحدها وبإتقان كمان. لطيفة كانت بتحلم انها تكون فنانة مشهورة، لكن ده ما كانش هيحصل طول ما هي في قريتها في دمياط. عشان كده سافرت القاهرة من وهي صغيرة، وعاشت مع خالها الفقير اللي كان عنده 10 ولاد. ولما عاشت معاهم حست بالمعاناة اللي هم عايشينها، زي ما كانت هي عايشة مع أبوها في فقر. هنا قررت إن هي تساعد مرات خالها في تربية العيال، وكمان عشان تعمل بلقمتها. لطيفة كانت بتحب تقرأ المجلات. في يوم لقت إعلان للفنان عزيز عيد بيبحث فيه عن فنانات يشتغلوا معاه في المسرح، وجوه جديدة. فقررت لطيفة ان هي تقدم في المسابقة دي، وفعلا نجحت في المسابقة واختاروها. اشتغلت في اول مسرحية. هنا كان طريقها للفن. اشتغلت لطيفة في اكتر من مسرحية لحد ما شافها الفنان الكبير يوسف وهبي، واعجب بيها وبالموهبة اللي عندها، وقرر ان هو يضمها لفريق التمثيل. ومن هنا بدأت لطيفة إن هي تظهر في عالم الفن، واشتغلت مع الفنان يوسف وهبي في مسرحيات وأفلام كتير جدا، وأجرها ساعتها ابتدى يعلى. اشترت شقة ليها في عمارة في القاهرة، وقسمت أجرها على 3، نص لخالها والنص التاني لأبوها وأمها في دمياط والنص التالت ليها. لطيفة خلاص الحظ لعب معاها، بس للأسف ما كانتش تعرف ان في مصير مرعب مستنيها جوه الشقة اللي هي اشترتها. لطيفة في يوم كانت راجعة من شغلها الصبح، فقابلت واحد بيحاول يفتح شقته، ومن هنا دار ما بينهم حديث وتعرفت عليه، وكان دكتور واعجب بيها جدا، وهي كمان اعجبت بيه، والاعجاب اتحول لجواز بسرعة جدا. جوزها الدكتور كان شخص غريب جدا، كان طول الليل مش بيبقى موجود في البيت، ما بيرجعش غير بالنهار. واصلا لطيفة ما كانتش مهتمية بده لانها كانت مشغولة جدا في شغلها. لكن لما كانوا بيتقابلوا صدفة بالنهار كانت بتسأله: هو انت ليه طول النهار قاعد في البيت وبالليل بتبقى مختفي؟ فكان بيقول لها: اصلا انا بكون مشغول في شغلي، واوقات كتير كان بيبات في شغله. لحد ما جه يوم وجوزها ده اختفى لمدة 2 أسبوع كاملين، مرجعش. وهنا قررت لطيفة ان هي تسأل عنه في كل مكان، بس هتسأل عنه فين وهي اصلا ما تعرفش مكان شغله؟ سألت في المستشفيات عن اسمه، في كل مكان كانت بتدور عليه، وفي الاخر ما لقيتهوش. ولما ما لقيتهوش قررت ان هي تدخل المكتبة اللي كان على طول قافلها وما كانش حد بيدخلها غيره. لما دخلت وفضلت تدور لقت درج مقفول. هي قررت تفتحه وراحت كسرت الدرج، ولما الدرج اتفتح لقت اللي ما كانش يخطر على بالها ابدا. لما الدرج اتفتح لقت طلاسم واوراق ورسومات غريبة جدا باسماء ستات وعناوينهم. الغريب ان لطيفة حاولت ان هي توصل للستات اللي مكتوب اساميها دي من العناوين بتاعتهم، لكن الأغرب إن كل الستات دي اتقتلوا في ظروف غامضة. وهنا ابتدى الشك يدخل قلبها. كلمت لطيفة واحدة صاحبتها وقالت لها على الموضوع، وصاحبتها اقترحت عليها إن هم يروحوا لشيخ علشان يفسر الطلاسم دي. فقال لها إن الطلاسم دي من عمل الجن، وإن هي تخلي بالها من التعامل مع صاحب الطلاسم دي لأنه ده كده جن مؤذي. وقال لها إنه ما بيظهرش غير بالنهار بس، وبيخاف يظهر بالليل. وفعلا كان جوزها بيعمل كده، كان بيظهر بالنهار بس وبالليل لأ.
علشان كان بيتحجج ان هو شغال جوه المستشفى. وهنا اتدخل الفنان يوسف وهبي وخدها لاسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ، بس الشرطة ما صدقتش حوار الجن ده. وبعد مدة جوزها رجع وعرف ان لطيفة كسرت الدرج وعرفت سره، وحاول ان هو يقتلها، بس هي هربت منه وضربته على دماغه. وبلغت الشرطة ساعتها وبدأوا يحققوا، وبعد التحقيق من الهوية بتاعته اكتشفوا ان هو قاتل وهربان من مستشفى الأمراض العقلية، وطبعا تم القبض عليه. اكتشفت لطيفة ان هي حامل، بس كانت حالتها النفسية سيئة جدا، وولدت لطيفة بس للأسف جابت طفل مشوه، وهي كمان اتجننت. اتوفت لطيفة يوم 22 فبراير 1945، كان عندها 47 سنة ساعتها. أما ابنها فمحدش يعرف عن مصيره حاجة خالص.